إذن تحياتي للجميع، مرحبا بكل من يتابعنا في هذه القناة. متابعينا الأعزاء، مستجدات إذن المتأهلون إلى دور ربع نهائي كأس إفريقيا المغرب 2025. إذن قبل إصدار الستار عن المتأهلين إلى دور الثمانية، حاليا المتأهلون: مالي ستواجه السنغال، الكاميرون تواجه المنتخب المغربي صاحب الأرض والجمهور، نيجيريا تلاقي الجزائر، ومصر ستواجه منتخب الفيلة الكوت ديفوار. هم المرشحون لمواجهة المنتخب، أو ليست مصر، نعم ستواجه الكوت ديفوار، أن كوت ديفوار مرشحة للفوز على منتخب بوركينا فاسو. إذا مالي تأهلت على حساب المنتخب التونسي، السنغال على حساب منتخب السودان، البنين تأهلت على حساب، أو مصر تأهلت على حساب المنتخب البنيني، الإيفواريين تأهلوا على حساب منتخب بوركينا فاسو. الجزائر تجاوزوا بصعوبة منتخب الكونغو الديمقراطية بعدما آلت القمة إلى الأشواط الإضافية. نيجيريا تأهلت على حساب موزمبيق، الكاميرون على حساب جنوب إفريقيا، والمغرب على حساب تنزانيا. كل القمم للتأهل إلى الدور الثمانية عانوا فيها جميع الفرق باستثناء واحد، هو منتخب نيجيريا الذي فاز بأريحية في جميع مواجهاته. إذن المنتخب المغربي غادي يواجه منتخب الكاميرون، وهناك يطرح أكثر من علامة استفهام حول العاطفة اللي كيخدمها مدرب المنتخب الوطني المغربي الركراكي. نادى على العديد من اللاعبين ولديهم إصابة، ودار فيهم الثقة العمياء أو العاطفة. رومان سايس كان مصاب ويلعب في الشوط القطري، رغم أن كاين مدافعين أحسن من رومان سايس وفي الجاهزية. عبد الحميد أيت بودلال، علاش أنت ناديتي على عبد الحميد أيت بودلال وحطو في الثلاجة 4 المباريات رغم أن عندك مشاكل في الدفاع؟ هذا ماسينا اعتمد عليه. على الأقل عبد الحميد أيت بودلال كان يعطيه فرصة في منتخب زامبيا، عطيها فرصة ولو 10 دقائق يدخل في الأجواء ديال المباراة. انك انت عندك مشاكل في الدفاع وعندك مدافعين، انت رابح ب 3-0 منتخب زامبيا ولا 2-0، بقات 10 دقائق، عطيه الفرصه لعبد الحميد ايت بودلال، ولا جبتيها الندوه الصحفيه صافي. نصير مزراوي كاين، انس صلاح الدين، اسامه سيرغالي يلاه لعبوا في ماتش ديال تنزانيا. اسماعيل السيباري ديما كاين، بلال الخنوس بقى كيدخلوا مره ولكن دابا فاش تصاب أناحي اضطر انه يدخل دائما كاساسي. سفيان رحيمي، هاد اللعيبه رغم انه ضيع ركله جزاء في الاول، علاش حطيتيه في الصندوق؟ علاش دائما اصرار على اشراك بن صغير؟ اكثر من علامه استفهام. الركراكي التغييرات ديالو والخطه ديالو واللاعبين اللي اختار كلهم بالعاطفه، وكيلعب بالعاطفه، ما عندوش فكر التشكيل، ما كيعرفش اللاعب المناسب اللي خصو يلعب. الفوز اللي فزنا به هذه كاملين كان بمجهودات اللاعبين، انا ما كيبان لي لا خطه لا والو، هذا هو اللي كاين. يوسف بن العمري مدافع، دخل يوسف بن العمري والشيبي، هاد المدافعين غيكونوا افضل، غيكونوا احسن. حمزه إيكاما كان عنده اصابه، راه هو دابا موقع رجع، ربما غادي يحطوا في اللائحه مع الكاميرون. المهم كانت هناك غرائب وعجائب في اختيارات الركراكي. نتمنوا بان القمه ديال الكاميرون المقبله يكون المنتخب الوطني المغربي كامل الجاهزيه، واللاعبين اللي جاهزين يدخلوهم، والتغييرات يدخل بن صغير. وبن صغير علاش كيدخل؟ انا ما فهمتش انا علاش بن صغير، انا ماشي كنقص من بن صغير، ولكن علاش كتدخل بن صغير؟ علاش دائما الاصرار على بن صغير؟ كاين اخو ماشي، كاين رحيمي دخلتيه في الماتش الاول كنت داير فيه الثقه، وانت غير ما دار والو، ماشي ما دار والو، ذاك الماتش كان مغلوق، المباراه الاولى خليها، راه كلشي اللاعبين تقريبا ما كانوش في المستوى، ماشي غير رحيمي. عطي فرصه لرحيمي في بعض المباريات. انت كتدخل بن صغير مره الاولى، مره الثانيه، مره الثالثه، كل ماتش كتدخل بن صغير. عرفت ما كيدير بن صغير والو. المشكله ديال بن صغير هو ما كيديرش الريكوبيراسيون دو بالون، ما كيرجعش انه يسترجع الكرات بحال رحيمي. على الاقل نصيري كتشوفو كيدير الريكوبيراسيون، شحال مره رجع نصيري الكواري. بن صغير كيبقى غير واقف. الشيء يجب اعاده النظر في بعض الاشياء الا بغينا اننا نوصلوا ونتجاوزوا منتخب الكاميرون. اذا تحياتي للجميع،
كنبغي فقط مستجدات للمتأهلين لدور ربع النهائي كأس إفريقيا المغرب 2025 وكذلك المنتخب المغربي مع والديه. تحياتي للجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.